في وقت كان المغاربة ينتظرون انخفاض أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، تفاجأ الكثيرون باستمرار الغلاء وضعف الإقبال داخل الأسواق، في مشهد أربك الكسابة وأثار تساؤلات واسعة حول ما يجري هذا الموسم. إخواني أخواتي، مرحبا بكم. مع اقتراب العيد بأسبوعين فقط، تبدو أسواق الماشية هذه السنة مختلفة تماما عن السنوات الماضية. حركة البيع بطيئة، والمواطن المغربي يدخل السوق يتفقد الأكباش لساعات طويلة ثم يغادر دون شراء. السبب واضح: الأسعار ما تزال مرتفعة بشكل يرهق الأسر، خاصة مع موجة الغلاء التي تضرب مختلف المواد الأساسية. فعدد من المهنيين والكسابة أكدوا أن الإقبال خلال الأسواق الأسبوعية الأخيرة كان ضعيفا جدا مقارنة بالمواسم السابقة، معتبرين أن حالة الترقب والخوف من المصاريف أصبحت تسيطر على المواطنين، خصوصا بعد انتشار دعوات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثرت بشكل مباشر على نفسية المستهلك المغربي. فرغم الحديث عن وفرة الأضاحي هذه السنة، إلا أن الأسعار ما تزال مشتعلة، خاصة بالنسبة للأكباش ذات الجودة العالية، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق إلى ما بين 78 و 83 درهما. وهذا يعني أن خروفا يزن حوالي 60 كيلوغراما قد يتجاوز ثمنه 5000 درهم، وهو مبلغ يعتبره كثير من المغاربة فوق طاقتهم الشرائية. وفي المقابل، ظهرت أنواع أخرى من الأضاحي بأثمنة أقل، لكنها توصف من طرف بعض المواطنين بأنها ضعيفة الجودة بسبب اعتماد أصحابها فقط على الرعي الطبيعي دون عناية كافية أو تسمين جيد، وهو ما جعل العديد من الأسر تتردد في الشراء. واللافت أيضا هذا الموسم إخواني أخواتي أن المواطن المغربي لم يعد يبحث فقط عن أي حول، بل أصبح يركز على الجودة والسعر المناسب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك يفضل كثير من الناس الانتظار إلى الأيام الأخيرة أملا في انخفاض الأسعار أو ظهور عروض أفضل. ومن جهة أخرى، يرى بعض المهنيين أن هناك أسباب أخرى تقف وراء هذا الغلاء المستمر، من بينها تراجع أعداد القطيع الوطني واستمرار ذبح إناث الأغنام، إضافة إلى الجدل الكبير حول استيراد الأغنام من الخارج، والذي يعتبره البعض حلا ضروريا لتخفيف الضغط على السوق. وفي خضم هذا الوضع يبقى السؤال الذي يطرحه المغاربة اليوم: هل ستنخفض الأسعار فعلا في الأيام الأخيرة قبل العيد، أم أن الأسر المغربية ستكون مجبرة مرة أخرى على الاختيار بين شراء الأضحية أو الحفاظ على توازن ميزانيتها؟ الأكيد أن عيد الأضحى هذه السنة لا يشبه أي موسم سابق، فبين الغلاء وضعف الإقبال ودعوات المقاطعة، يعيش سوق الأضاحي حالة من الترقب غير المسبق. وأنتم، هل تعتقدون أن الأسعار ستتراجع فعلا قبل العيد، أم أن الوضع سيزداد تعقيدا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.